شد حيلك بقى يا حاج ابراهيم. الشد على الله يا ست وجيدة، ادي امر الله ونعم بالله. ربنا يقويك بقى على الايام اللي جايه. والله يا ست وجيدة لو كان عليا لكانت هانت، انما الاولاد لسه تلامذة وعظمهم طري ومحتاجين للخدمة. الله يرحمها امهم، ما كانتش بتون عن خدمتهم. دي حتى لما عيت واشتد عليها العيا كانت حاملة همهم على الاخر، وما هديش بالها الا من يوم ما الست سميحة جارتنا الله يسترها بقت شايفة كل طلبات البيت. امال ايه، مش الجيران لبعضيها؟ في الحقيقة الست دي اكتر من الاهل. تو ما حست ان سعاد تقول عليها العيا ومش قادرة على خدمة البيت ما سابتناش لحظة واحدة، كل حاجة قامت بيها. ربنا عالم بحالكم. ولحد دلوقتي والله يا ست وجيدة ما بتسيبناش الا بعد ما تطمن علينا. انما بيني وبينك مش معقول هنفضل نتعبها كده على طول. على رأيك يرجع جوزها يزعل. جوزها مين؟ دي أرملة. جوزها ميت من سنين وسايب لها ولد وبنت صغيرين. دي لسه شابة وحلوة، ربنا يرزقها بابن الحلال. على الله يا شيخة، دي تستاهل كل خير. ما قلتليش هتعمل ايه مع الولاد؟ مش عارف والله، لما تلاقيني دماغي بتلف على الآخر. يا ريتني كنت ساكنة قريبة منكم يا حاج، كنت شقرت عليكم كل يوم والتاني. بقى ده معقول؟ ما انت كمان وراكي بيت وأولاد. شوف لك شغالة ولا حاجة على بال ما الولاد يسامحوا وبعدها تتدبر. على رأيك نستحمل ونصبر وبعدها يحلها ربنا. اقوم احضر لك الغدا يا حاج؟ كتر ألف خيرك يا ست سميحة، أنا أكلت بره والحمد لله. بقى ده اسمه كلام؟ طب ده انا محضره لك اكل يستاهل بقك. في الحقيقه يا بابا اكل النهارده مفيش بعد كده، ولو كنا عارفين انا وزينات اختي انك مش هتاكل كنا كلناه كله. ايه بقى الست سميحة؟ ده واجب عليا ان انا اشوفكم مبسوطين. بس انت يعني بالشكل ده بتهملي حق اولادك. ما تخافش، انا واخده بالي منهم كويس قوي. ولا قصدك يعني ان مصطفى وزينات مش ولادي برضو؟ في الحقيقه طنط سميحه بتعاملنا كاننا اولادها بالظبط. ربنا يا سيدي يقدرنا على خدمتها هي واولادها. ما تقولش كده يا حاج لحسن بعدين ازعل منك، ده احنا جيران والجيران اهل. ايوه انا ما قلتش حاجة، بس يعني لكل شيء حدود، وعلى رأي المثل ان كان حبيبك حسن. بس والنبي ما انت مكمل. هو انا عندي عز منكم يا حاج؟ عن اذنك بقى لما ادخل المطبخ علشان اشطب الاطباق. خليك انت يا طنط، زمان زينات جايه. ايه ده، لسه عايزنا استنى لحد زينات ما تيجي؟ الله، مش عشان تريحك شويه؟ وانا كنت تعبت في ايه بس؟ على بال ما تيجي اكون خلصت كل حاجه. هقول لك ايه، الناس لها بيت وانت بقالك بيتين. بيتي وبيتكم واحد يا سيدي ولا طبعًا ايه؟ طبعا يا ستي طبعا، ربنا يقويكي. مساء الخير يا ست سميحه. اهلا وسهلا. مساء الخير يا حاج. خطوة عزيزة. الله، ايه يا ستي بقالك كام يوم حرمانة من انسك، ده حتى الاولاد مشغولين عليكي خالص. القلوب عند بعضها والله، هما كمان وحشيني. امال ايه بقى اللي حيشك عننا؟ غصب عني والنبي، انتوا تهونوا عليا. ما احنا هن عليك ياهو. ما هو ده اللي شاغلني ومش عارفه هعمل ايه بعدكم. تعملي ايه؟ انت قصدك ايه؟ تكونيش ناوية تعزلي؟ اعزل ايه بس يا حاج؟ ان الكلام يتنطر وبعدين اهلي يعرفوا وتبقى حكايه، وطبعا ده ما يخلصك. لا طبعا ما يخلصنيش ابدا ان اي انسان يمس شعره منك. شفت بقى، يبقى ليا حق ولا لا؟ هو فعلا ليكي حق، بس يعني انا والاولاد ما نقدرش نستغنى عنك. والنبي غصب عني يا حاج، ويا ريت بايدي. بس انا كمان عشان متقدري موقفنا، دول الاولاد متعلقين بيكي على الاخر. ما تنساش ان انا ست ورسمالي سمعتي. انت معاكي حق 100%. ولو بايدي اي حاجة تانية ممكن اعملها كنت عملتها، وما كنتش هخليكوا تتعبوا ولا تتضايقوا. ان ما كانش بايدك انت حاجة تعمليها، بايدي انا. تقصد ايه يا حاج؟ اقصد اني اتجوزك. بتقول ايه يا حاج؟ هو انا قد المقام؟ ايه ده انت فوق كل مقام. قلتي ايه، عندك مانع؟ طيب والاولاد؟ الاولاد دول الاولاد هيكونوا مبسوطين على الاخر، لانك زي امهم تمام. اللي تشوفه يا حاج انا راضيه بيه. اهلا حسن افندي. اهلا ايه وغيره ايه يا حاج؟ بصراحة كده انا زعلان منك. ليه بقى يا راجل اللي بنقول عليك موزون وعاقل، تتجوز ومراتك ميتة ما بقالها شهرين، يعني خلصك افضل لايص انا والاولاد؟ لايص ليه يا اخي؟ انت اول الناس ولا اخرهم؟
ايه بقى انت اللي بتقول كده يا حسن افندي؟ عشان ما انتش عارف التعب اللي تعبته في اسبوع واحد غابت عننا فيه الست دي. بس ما كانتش توصل للجواز. ما هو انا ما كانش على بالي جواز بالمره. امال ايه اللي جاب رجلك؟ الست يا سيدي ما كانتش مقصره في حقنا. ها. جم ولاد الحرام ما سابوهاش في حالها، هات يا تنبيط وهات يا تريقه، وكانها ارتكبت جريمه فمنعت نفسها. طيب ما دام هي اللي منعت نفسها كنت شوف شغاله انت قدها قدود. شغاله؟ طب ده انت اول واحد اتشاوى من الشغالات ولا لحقت نسيت؟ لا ابدا، بس عشان مصلحه ولادك ومستقبلهم. ولادي؟ طب ولادي ايه اللي هيضايقهم في جوازي؟ مش جايز الست دي تكون عملت لعبه عشان طمعانه في ثروتك؟ طمعانه؟ طمعانة ايه يا حسن افندي؟ اذا كنت انا اللي عرضت عليها الجواز وهي كانت ممتنعه. يعني انت مقتنع؟ طبعا مقتنع، ومش هرجع ابدا في جوازي. حس كده ربنا يوفقك، بس خلي بالك من نفسك وربنا يديلك الصحة. عايز حاجة يا مصطفى؟ ها؟ لا يا طنط، متشكر قوي. انت مش ملاحظ انك ما بتطلبش مني حاجة ابدا؟ عشان زينات اختي بتعمل لي كل حاجة. ما تنساش ان زينات عندها امتحانات زيك يا مصطفى، ومش لازم تعطلها عن مذاكرتها. انا موجودة وفاضية. وهنتعبك على ايه؟ احنا مش قلنا انكم تعتبروني زي المرحومة؟ تمام. في الحقيقة رعايتك لينا نستنا امنا. ده واجب عليا يا مصطفى يا ابني. اطلب اي حاجة، ما تنكسفش يا ابني. هو حد ينكسف من بيته؟ اهو كده، علشان الحاج لما يلاقيكم مبسوطين ومرتاحين ينبسط هو كمان. طبعا طبعا. واي حاجة تعوزوها قولوا لي انا عليها، ما تطلبوش اي حاجة من الحاج علشان انت عارف ان هو مش فاضي. ربنا يخليكي لينا ولا يحرمناش منه. مالك يا حاج؟ مش زي عوايدك يعني. تعبان شوية يا سميحة. بعد الشر عليك. من ايه؟ مش عارف، حاسس زي ما يكون نفسي مخطوف وقلبي هطان شوية. وما رحتش للدكتور ليه؟ دكتور ايه يا سميحة؟ هو انا صغير ولا هرجع شاب من تاني؟ ما تقولش كده امال، انت عايز تزعلني. تزعلي؟ طب وانت بقى ايه اللي هيزعلك؟ ما انت لسه صغيرة وشابة ما هو ده اللي مزعلني. ليه بقى؟ لاني خايفة عليك. اهدى يا طنط سميحة. نعم يا ست زينات، في ايه؟ في ايه؟ بقالنا 3 ايام ما بناكلش غير جبنة وزيتون. وايه يعني لما تاكلوا جمعة بحالها كمان جبنة وزيتون ما دام ابوكوا عيان؟ وهو عشان بابا عيان نصوم احنا كمان؟ وانا فاضيالكم بقى علشان اكلكم ولا راعي العيان؟ وهو اللي بتعمليه لبابا يمنعك من انك توضبي لنا الاكل بتاعنا؟ والله بقى اللي قدرت عليه وضبت. هو ده برضه بتسميه اكل؟ امال يعني عايزين اوضب لكم السياخ؟ وهو الاكل ده ينفع الناس وراهم مذاكره وامتحانات؟ ولما انت بقى عايزه تتغدي وتعمري مخك يا اختي ما تشمري كمامك ووضبي لك اللي انت عاوزاه. اوضب واسيب المذاكره؟ عايزه اسقط في الامتحان؟ يا شيخه بلا امتحان بلا شهاده بلا كلام فاضي. دلوقتي بس بتقولي كده؟ عايزه تقولي ايه؟ عايزه اقول انك ما قلتيش كده الا بعد بابا ما اشتد عليه العيا. وهو انا اللي كنت عيته ولا هي قله ادب وخلاص؟ انا مش قليله الادب. لا قليله الادب، وان ما كنتيش هتسكتي حضرتك من البيت. حاضر هسكت بس عشان بابا ما يزعلش وهو عيان. هو طول ما هو راقد يا طنط وجيدة ما كانتش بتهتم بيه وسايباه، ده غير ما هي بتضايقنا في عيشتنا. مسكين يا مصطفى يا ابني. واختك زينات عامله ايه؟ متضايقة وزهقانة، كانت عايزة تسيب البيت بس عملت حساب لبابا العيان. انا عارفه ايه اللي غيرها كده. اللي غيرها انها ملكت كل اللي كانت عايزاه. تقصد ايه؟ اقصد انها تنها وراه بالحيلة والنعومة لحد ما خليته كل كام شهر يكتب لها حاجة، لما اصبحت دلوقتي معظم الثروة باسمها. والله وعرفتي تلعبي يا سميحة على الراجل الطيب. حد كان يتصور انها تتدحلب بالشكل ده لحد ما تبقى هي الكل في الكل، الكلمة كلمتها والشورى شورتها والثروة ثروتها. على العموم يا مصطفى يا ابني عشان خاطر ابوك ما تعملوش مشاكل. وايه فايدة المشاكل وهو في دنيا غير الدنيا؟ ده حتى ما بيحسش باللي بيجوا يسلموا عليه. ولولا اختي زينات كانوا جم ومشيوا من غير ما حد يحس بيهم. ليه؟ وبسلامتها فين؟ من ساعة ما اشتد عليه العيا وغاب عن وعيه كل وقتها بتقضيه بره لحد نص الليل. امال مين اللي بيخدمه؟ هيكون مين؟ زينات طبعا. وهي زينات العيلة فاضية، وحتى اذا كانت فاضية تقدر على خدمة العيان؟ امال يعني هنسيبه من غير خدمة؟ ألف رحمة تنزل عليك يا سعاد، لو كانت موجودة وبصحتها كانت خدمته برموش عينيها. نصيبه ونصيبنا كده، هنعمل ايه بقى؟ على العموم يا مصطفى يا ابني خليكم مستحملين لحد ما ربنا يشفيه عشان يعرف انه انخدع بيها. مش هو بس اللي انخدع، كلنا انخدعنا بيها. ربنا ينتقم منها بإذن الله. قومي نامي بقى يا زينات. وحسيبك لوحدك؟ اضطر استنى الست لما تيجي. واخرتها يا مصطفى
انا ما بقتش قادره اصبر اكتر من كده. من ساعه بابا ما مات وهي على الحال ده، كل يوم تخرج من المغرب وما ترجعش الا بعد نص الليل. وايه اللي بايدينا نعمله؟ لينا الحكم عليها دلوقتي. ما تنساش انها بتبحتر في مال ابونا. ما تنسيش انت كمان انه كتب لها معظم ثروته وبقت هي الامر الناهي. اهي الهانم شرفت. ايه ده؟ انت لسه صاحيه يا زينات؟ ايه اللي مصحيك؟ مستنياكي انا واخويا لما تشرفي. بالذمه في واحده جوزها ميت ما بقالوش شهر وتسهر بره البيت لحد دلوقتي؟ وانت مالك ومال يا واد انت؟ مالي يعني ايه؟ انت مش لسه بتحملي اسم ابويا؟ الله، انت هتعمل راجل عليا ولا ايه؟ لا بس خايف عليكي من كلام الناس. ريحوا نفسكم، انا عارفه مصلحتي كويس وما يهمنيش كلام الناس. اشمعنى دلوقتي ما بيهمكيش كلام الناس؟ عشان وصلت اللي انت عاوزاه. وبعدين بقى معاكوا هو تحقيق ولا ايه؟ مالكوش دعوه بيا، ويكون في علمكم ان انا حر اسهر على كيفي واصرف على كيفي. ليك يا حق، انت مش تعبانه في الفلوس. هي فلوسكم ولا فلوسي؟ دي فلوس ابونا وحرام علينا نشوفك بتبعزقي فيها ونسكت. يعني عايزين ايه بقى دلوقتي؟ عايزينك تتلم شويه. وان ما تلمتش مش وقت الكلام ده. لا وقته. واسمعي بقى انت وهو، ان ما كنتوش هتقفلوا بقكم هطردكم من البيت. تطردينا؟ ايوه اطردكم، وما تنسوش بقى ان البيت ده كله مكتوب باسمي. مكتوب باسمك؟ ايوه باسمي، وانا بس بقى متوياكم لله. وعلى ايه الكرم ده كله؟ خلي لك البيت، احنا مش هنقعد لك فيه بعد كده. مع الف 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 سلامه، اتفضلوا. وعنها يا عم، وساب البيت هو واخته. يعني الدنيا رقت لك بلوزه. بخاطرك بقى، ده انا سميحه والاجر على الله. بس ما كانوش بعد شويه ينطولك؟ نعم، وهم لهم عندي ايه بقى؟ ولا يعني هيشاركوني؟ تقصدي ايه؟ اقصد يعني ما تخليش حد يجيب سيرتنا ولا يمس احساسي. تعرفي انك بنت حلال، نفس الفكره كنت ناوي اكلمك عنها. طيب انت عارف ان انا كنت هكلمك على ايه؟ ما كنتش انا اعرف اللي بيدور في فكرك، مين اللي هيعرف؟ طب قول. مش قصدك على الجواز؟ ابن حلال. خلاص يا روحي، يومين 2 ونتجوز ونكيد العزال. تتصور يا عم حسان، تتصور حضرتك تتجوز وتتمتع بخير ابويا؟ الجواز مش عيب ولا حرام يا مصطفى يا ابني. ايوه بس انا سمعت ان اللي اتجوزته شاب ما يجيش من ولادها. النفس وما تعشق يا ابني. مش جايز يكون متجوزها على طمع؟ والله مش بعيد، بس ايه اللي يخلي شاب يتجوز واحدة ست قد والدته؟ لازم عينه على فلوسها. الله يرحمك يابا، هو اللي ضيع فلوسه على واحدة ما تستاهلش والاخر تبددها على مزاجها. ما تشغلش نفسك بيها يا مصطفى يا ابني، بص لمستقبلك وبس. مش طايق يا عم حسان، متهيألي اعمل جريمة معاه. يعني الاملاك بتاعتكم وضاعت تقريبا قبل ابوك ما يموت، عايز تضيع مستقبلك عشان مرات ابوك؟ يعني اشوفها بالشكل ده واسكت؟ لازم تسكت وما تفكرش فيها، ان ما كانش عشان نفسك عشان خاطر اختك، ودي انت فاضل لك كام شهر وتتخرج وبكره تشتغل وتنساها. والله لو ما كانت اختي لكنت سبت البلد كلها عشان ما اسمعش عنها اي حاجة.